السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما احنا الستات بنحب ايش؟ نكون يعني اهم حاجة وجهنا، ودايما الجميع يعني حتى الراجل المفروض اول حاجة وجهك تحافظ عليه. فحنقول على علاج لنحافة الوش. في ناس بيبقى احيانا هو رسمة وشها بتبقى طويلة، او في ناس من الرياضة، ارهاق، تعب، نقصان وزن، بتلاقي وشهم ايش؟ نحف وبهتان فيه. فاحنا وتغير لونه. فاحنا ان شاء الله بدنا نقول على وصفة باذن الله تكون مفيدة، ويا ريت اللي عنده وشه نحيف او البنات اللي بتذاكر هالقيت من الامتحانات تعمليها لبنتك. هي مفيدة جدا، مفيدة جدا جدا، راح تفيدها وان شاء الله باذن الله تتخن وشها ونبقى منورين وحلوين. كل يوم هنجيب معلقة كوباية زبادي، نحط عليها معلقة عسل نحل او عسل اسود، ونحط عليها معلقة خميرة، نقلبهم كويس نكون لمدة شهر. وادعي لي هتلاقي وشي مدور ومتفح وايه فلة، تبقي شمعة فلة منورة. وصفة تانية، الحلبة. عارفين الحلبة المطحونة اللي بيسموها في مصر المغات؟ نعملها ونحط عليها سكر او نحط عليها عسل اسود. فواكه طازة ناكل، خضار طازة، خس، جزر. الخس مفيد جدا، الجزر مليان زيوت، جرجير، الحاجات هذه كلها، الجزر، الحاجات هذه، الخيار كله، والتفاح والموز والعنب، كل فاكهة تيجي قدامك كليها هتلاقي وشك نور. خسيتي بس وشك هيبقى بسم الله ما شاء الله بينطق. ناكل سمسم مع 7 حبات تمر كل يوم. انت عندك هذه او هذه، ممكن تتعشي بواحده وتفطري بواحده. نجيب 7 حبات تمر، نجيب معلقه سمسم، كوبايه حليب نحليها بالعسل، نجيب ايش كمان؟ الزبيب مفيد جدا 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 للبشره، ونروح نقلبهم ونروح ماكلينهم. ويا سلام، ممكن تعجن السمسم بشويه زيت زيتون، يا سلام، وتحط عليه ايش وتروحي ماكلاه. والسمسم البلح اللي هو التمر مع السمسم مع زيت زيتون تعجنيهم وتروحي ماكلاهم وتشرب عليهم ايش؟ حليب محلى بعسل نحل او عسل اسود، تخلي بشرتك وان شاء الله باذن الله جنب الوصفه وتعجبكم تستفيدي منها بمعنى اصح. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.